عاوزين في الأول نتكلم عن الألعاب. في الفترة الأخيرة ظهرت ألعاب على النت منتشرة بكثافة، كلها إعلانات ممولة، يعني اللي ما شافش هيشوف. نعم. وعشان ما حدش يقول إن إحنا بنشهر بحاجة أو كده، لا، ده هم عاملين لها إعلانات ممولة. نعم. أشهر لعبة فيهم هي لعبة الطيارة اللي بترتفع واحدة واحدة لحد ما تحقق أرقام معينة أو كده وتفرقع. عشان تخش تلعب اللعبة دي طبعا في الأول أنت بتودع فلوس من خلال المحافظ الإلكترونية المختلفة أو المحافظ البنكية. نعم. ثم تبدأ بقى تختار هل أنت مثلا هتبدأ، يعني في بعض الألعاب بتبدأ من أول 8 جنيه 100 جنيه على حسب اللعبة اللي أنت هتلعبها. نعم. للأسف بيشارك عدد كبير جدا منها من العالم الإسلامي، بل إن المصيبة ان لكل اللي بيشارك منهم تقريبا من العالم الاسلامي والعربي. صحيح. اللعبه دي طبعا بتحط فلوس، طياره تطير توصل عند حد معين تفرقع، الحد المعين اللي وصلت له ده يا يكسبك يا يخسرك انت ونصيبك. نعم. ولو الطياره فرقعت وانت ما دوستش انسحبت، طبعا يبقى انت الفلوس اللي انت كنت مراهن عليها خسرتها كلها. بالظبط. لكن لو سحبت نفسك عند مثلا 1.8 2 تقريبا، هنا بيضرب المبلغ في 2 او بيضرب في 1.8 وهكذا، واحيانا بتبقى في 35. ولو دخلت على اللعبه هتلاقي ان في ناس حاطه مبالغ مهوله. صحيح. هنا اولا عاوزين نعرف ايه الحكم الشرعي للي بيستخدم اللعبة دي أو للعبة دي بشكل عام. نعم. الحمد لله رب العالمين، كما علمنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بادئ زبيد، اسمح لنا نتوجه بالشكر لحضرتك ولأسرة الإعداد والبرنامج والقناة أجمع، من باب من شكر السبب شكر المسبب. ودعنا أشكرك طبعا على هذا العنوان المواكب للعصر اللي احنا فيه والأزمات اللي هي كترت. وده أستاذ كريم بيرجعنا لحاجة اسمها دور الأسرة، دور الأب، دور الأم. أنا مش عايز أقول لحضرتك قد إيه المشاكل اللي بتجيلنا في المسجد أو في البرامج عندنا كده. واحد يجي لي: الحق يا عم الشيخ، في البيت عندي في جن بيسرق الفلوس. إزاي يا عم جن؟ أنا والله بحط الفلوس هنا واستحالة مراتي تسرقها واستحالة مش عارفة مين، ونروح للشيخ الفلاني، وفي الاخر يطلع مين اللي بيسرق الفلوس يا استاذ كريم؟ الولد اللي انت قلت عليه. طبعا عايز يخش ويشارك في الالعاب دي. ولد لا اشتغل ولا معاه فلوس ولا معاه حاجه، وزي ما انت قلت مبالغ كبيره. هل لا طبعا الاب يا عيني عامل زي المربوط في ساقيه، طبعا لا هو عارف نت ولا نتيته ولا عارف طياره ولا بسكليته ولا عارف الحاجات دي. طبعا هي اللعبه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. نعم. ظاهره معانا على الشاشه زي ما حضرتك شايف كده. تمام تمام. الطياره اول ما بتطير بتفضل بقى تعد. طبعا دي ايه؟ انت وحظك بقى. هي عامله، هي اسمها اصلا المقامره. ما هي يعني قمار اصلا. اللي هي جايه من كلمه قمار فعلا. أيوة. احنا ما بنطلقش عليها حاجه ولا زياده ولا اقل، نضع الاسماء بمسمياتها. هم معترفين بده. طب تشكروا. فزي ما حضرتك شايف كده. نعم. طبعا اللعبه دي ضيعت ناس كتير جدا. ده لازم. ده لازم. طب احنا عاوزين الاول نعرف الاساس. هل اللعبه دي اصلا اللي يعني ايه حكم اللي يشترك فيها اصلا؟ ده قمار. ده قمار يا استاذ. يعني هل حكمها من حكم القمار؟ طبعا طبعا طبعا. احنا مش محتاجه يعني اجتهاد يعني. هو نفس الولد فاهم وعارف. لا، اصل في الاولاد او الناس اللي بتلعبها شايفه ان ده مراهنات. طب ما المراهنات برضو مش لعبه. لا طبعا. بص يا استاذ كريم، احنا ما دي لسه بقول لك اهو، احنا غاب عننا يا جماعه الوازع الديني في الاسره، في الشارع، في المدرسه، يترتب عليه كده. في المدرسه هتشوف كده، في البيت هتشوف كده، في نفس الكلام الحاجات اللي ديت. ولذلك حتى خد بالك بتوع المصنفات بيعتبروها برضو، بيدهموها بناء على ايه؟ لانها شيء غير مخالف طبعا. شيء مخالف، واخد بالك، وبيعدوها زيها زي القمار اللي على القهاوي وفي اماكن التانية المغلقه وكده طبعا. ما كانوش هم الدوله الله يبارك لها برضه ان هي بتداهمهم كده. ده مش ده لان هو خطا واكبر خطا.
وانا برضو برجع ده للاسره. عشان كده سيدنا بيقول لك صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خد بالك، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. يا حبيبي انت مش وزير ماليه في بيتك بس. الراجل مفكر يا استاذ كريم ان هو يشتغل، جبت لكم فلوس انتوا مالكمش حاجه عندي تاني. بالعكس، انا وفي نقطه مهمه. نعم، مصدر الفلوس. يعني احنا هنربط دلوقتي اللعبه دي بحاجه بالتأكيد. مهمه جدا، ان هو كان كل همه يكسب في اللعبه. ايوه، مش وعاوز يجني المال يا أستاذ او كريم الفلوس. مش خايف على الدنيا. ايوه، ما عندوش علم بالاخره ولا تفرق معاه. طبعا انا بقول لحضرتك بص، اسر كتير جدا بقول الولد باخد درس وما باخدش درس، كذاب، ياخد فلوس الدرس ويروح يقعد بيها. بالظبط. عايز اجيب ملزمه، مفيش ملازم يا استاذ كريم. ايوه، كذاب، ياخد الفلوس ويحطها في الحاجه. ولد ده لا شغال ولا على فكره، ده لو شغال والله ما هيحط، هيحس